حبايبي الغاليين، اتمنى تكونوا بخير. وصفتنا النهارده وصفه زي السكر، وكمان هنعملها في صينيه واحده. هنعمل صينيه بطاطس بالشيش طاووق بطريقه جديده وكمان سهله وسريعه. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية هننزل بمكعبين زبدة أو زيت تسيح، ننزل عليهم بقطع الشيش. أنا كنت تبلته ببصلة مبشورة وملح وفلفل وبهارات فراخ وسبته في التتبيلة ساعتين. نسيب الشيش بقى على كل جهة 5 دقايق لحد ما ياخد لون ذهبي جميل بالشكل ده. نشيل بقى الشيش، وفي نفس الصينية هننزل ببصلتين مقطعين جوليان نقلبهم، وبعدين نحط ورق لورا وحبهان وقرنفل ونقلب لحد ما يبدأ يغير لونه بسيط. ننزل بمعلقة صغيرة توم دقيقتين كده، وبعدين ننزل بفلفل اخضر ونقلب، وبعدين طماطم مقطعة صغيرة ومعلقة كبيرة صلصة طماطم. نظبط بقى البهارات، هنحط نص معلقة من الفلفل الاسود وزعتر وبابريكا وقرفة وسماق وبهارات فراخ. نقلبهم بقى كويس وننزل عليهم بكوب مية مغلية، نغطي عليهم ونسيبهم يتسبكوا. بعد كده هننزل بكوب زبادي نقلبهم كويس، وبعدين نسيبهم غلوتين وننزل عليهم ب3 حبات بطاطس مقطعين قطع سميكة شوية. نقلب بقى وننزل بالشيش طاووق بتاعنا، ونضيف كوبايتين مية مغلية، ونظبط الملح ونغطي عليهم نص ساعة لحد ما الشيش بتاعنا والبطاطس يستوي. شايفين الجمال؟ ناخد بقى الصينية الجميلة دي وندخلها الفرن 5 دقايق تحت الشواية، وده شكلها بعد ما خرجت من الفرن. رشيت عليها رشة صغيرة من الزعتر. بجد مش قادرة اوصف لكم الجمال ده، طعمه كان عامل ازاي، حاجة كده تحفة، والميكس ده خرافة، لازم تجربوه بنفسكم. يلا لايك وشير للبوست، ومستنية تعليقاتكم وتطبيقاتكم الجميلة، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.